ابل مقلوبه بالدجاج والخضره تقدروا ديروها. درتها بطريقه مختلفه وراح نعطيكم من استوس باش اصابع الدجاج يجوكم بزاف طريين. عندي هنا الخضره اللي راح نوجدها هي الاولى. بعد ما غسلتها وقشرتها نقطعها مكعبات صغار ونخليهم في شويه زيت. وكما راكم تشوفوا درت البطاطا، باذنجان، فلفل، القرعه، الطوماطيش والبصل. والطوماطيش ما قليتهاش راح نزيدها ومن بعد. والباقي تاع الخضره ديروا 2 ولا 3 حبات من كل نوع وتقدروا طيبوها في الفوق. جهه اخرى ناخذ صدر تاع الدجاج قطعته ونرحيه مع 3 سنات ثوم، الملح، الفلفل الكحل، مغرفه صغيره زبده. وهنا عندي مخصوص صغير تاع الخبز شمخته في الحليب ومن بعد عصرته، راح يخلي الدجاج طري وبنين وماشي ناشف. نرحيه مليح في الغوبو ومن بعد نشكل اصابع صغار، نقليهم في زيت سخون ونقلبهم مليح حتى يحمروا كامل. بعد ما طابوا نحيهم هذيك الزيت اللي راح نقلي فيها حبه بصل مع شويه فلفل احمر، فلفل كحل والملح. ومن بعد نزيد لا طوماط دوبل كونسونطري تاع ازدهار اللي تعطي نكهه وذوق بزاف بنين لي بلا ولي صوص. وتزيد لهم في البنه. درت مغرفه كبيره ومرقت ب4 كيسان مسكون. وهاد لاصوص طوماط راح نمرق بها هاد الرز. درت كاس ونص رز بسماتي شللته 3 مرات وخليته 15 دقيقه في الماء. ذوبت معاه نص مغرفه كبيره زبده مع شويه فلفل كحل ونخليه يطيب في لاصوص نص طياب. ما نديرهاش كامل، نخلي قيس كاس تاع لاصوص اللي نزيدو في الاخر كي نحطو يطيب في الفوق. نبدا نحط اصابع تاع الدجاج مع الخضره والرز في طنيجره فرشت عليها بابي كويسون ونزيد الكاس تاع لاصوص طوماط اللي كنت خليته على جهه. نعبز مليح على الرز ونغطيه بالبابي كويسون والبابي الومنيوم ونحطه في الفوق باش يكمل يطيب. وبعد ما تطيب لازم تخلوها تبرد مليح قبل ما تقلبوها هكذا باش تشد روحها وما تطيح لكمش.